مسا عليك يا صديقي الميلانيستا. بعد انتهاء الجولة الأولى من الدوري الإيطالي وبعد تحديدا مباراة الميلان مع تورينو، جمهور الميلان شايف إن في مشاكل كتيرة قوي ظهرت على فريق الميلان في المباراة دي تحديدا. ولكن لما قعدت فكرت مع نفسي لقيت إن أكتر مشكلتين إحنا محتاجين نلاقي حل ليهم هما مشكلة خط الوسط والأمور الدفاعية المتعلقة بالعمق، إلى جانب المشكلة الكبيرة اللي عندنا ناحية اليمين. وبما إن الميلان عمل صفقتين في المركزين دول تحديدا، سواء إميرسون رويال في الباك اليمين او يوسف فوفانا في نص الملعب، فده خلاني بصراحه اسال سؤال مهم جدا: هل يوسف فوفانا وإميرسون رويال قادرين على حل مشاكل الميلان ناحيه اليمين وفي وسط الملعب ولا لا؟ وعشان كده عملت حلقه النهارده، لان حلقه النهارده هدفي منها ان انا ادي لك كل المعطيات اللي تخليك انت في نهايه الحلقه قادر تجاوب على السؤال اللي قلناه. فعشان كده محتاج منك تركيز عالي جدا في كل معلومه هتتقال من اول الحلقه لحد اخرها. وطبعا بتمنى منك في بداية الحلقة دعم كبير جدا. عايزين نحافظ على 1000 لايك يا جماعة الموسم ده، يعني احنا وصلنا لها مرة، نفسي نوصل لها اكتر من مرة، فبتمنى من كل قلبي دعم كبير جدا باللايك والكومنت والشير والسبسكرايب للقناة لو انت مش مشترك، وتفعل الجرس. وقبل ما نبدأ حلقتنا تعالوا نشكر اصدقائنا اللي بيساهموا دايما في تطوير هذه القناة. بشكرهم جدا طبعا من كل قلبي. ويلا بينا نبدا حلقتنا، ونبدا اولا مع مشكله الميلان ناحيه اليمين. إميرسون رويال جه كباك يمين على اساس انه يحل كتير من المشاكل اللي موجوده عند ديفيد كالابريا، ولكن السؤال المهم: هل هو يقدر يعمل كده ولا لا؟ تعال نتكلم عن إميرسون رويال بالتفصيل. إميرسون رويال لعيب برازيلي عنده 25 سنه، قادم من نادي توتنهام الانجليزي. إميرسون رويال جاي كباك يمين، ولكن لما تشوف الموسم اللي فات مع نادي توتنهام تلاقيه ان هو لاعب باك يمين ولعب باك شمال ولعب قلب دفاع. ساهماته على مدار الموسم اللي فات مع نادي توتنهام كانت انه سجل هدف واحد. طيب بس لحظه كده عشان في سؤال مهم جدا. دلوقتي شفنا ان باولو فونسيكا بيعتمد في الخروج بالكوره على اللعب على الارض. هل إميرسون رويال يقدر ان هو يخرجنا بالكوره افضل من كالابريا ولا لا؟ فخلينا نبص على ارقام إميرسون رويال في التمريرات. اجمالي التمريرات الناجحه لإميرسون رويال الموسم اللي فات مع توتنهام كانت 91%، وده رقم كويس جدا. دقه تمريراته في نص ملعبنا 92%، ودقة تمريراته في نص ملعب الخصم 87%. الرقم ده فاجئني جدا. من النادر انك تلاقي لعيب في نص ملعب الخصم عنده جودة تمريرات عالية قوي كده. دقة التمريرات الطويلة الناجحة عنده 53%، وده الى حد ما رقم كويس، طبعا في حال ان احنا احتاجنا نلعب كرات طويلة. الى جانب ان هو عنده حل تاني مختلف تماما، وهو التشيب باس، ونسبة نجاح التشيب باس بتاعته 33%، اللي هي الكور الطويلة اللي بتتسقط في ظهر دفاع الخصم، الثرو لوب يعني بلغه الناس اللي بتلعب بلاي ستيشن. دقه عرضياته بقى 14%، رقم عره بصراحه. يعني بالنسبه لباك ان دقه عرضياته تبقى 14% ده رقم وحش قوي. ولكن كمان شويه هقول لك معلومه هتفاجئك في الحته دي تحديدا. بس نقدر نقول انه الى حد ما عنده جوده كويسه في التمريرات. طيب في نقطه ثاني برضو مشكله كبيره عند كالابريا، وهي الثنائيات. كالابريا في الثنائيات مش افضل حاجه. طيب هل إميرسون رويال افضل ولا لا؟ فتعال نشوف ارقام إميرسون رويال في الثنائيات. اجمالي الثنائيات الناجحه عند إميرسون رويال 57%. الثنائيات الارضيه نسبه نجاحه فيها 61%. الثنائيات الهوائيه عنده 42%. الى حد ما ارقام مقبوله، بالتاكيد مش سوبر واو، ولكن بصراحه انا متاكد انك دلوقتي مش قادر تحكم هو مين افضل، إميرسون رويال ولا ديفيد كالابريا. وعشان نعمل المقارنه دي بصراحه ما لقيتش افضل من موقع FBref ان انا ادخل على صفحه ديفيد كالابريا وعلى صفحه إميرسون رويال واشوف الاتنين ارقامهم عامله ازاي. واعتقد من المنظر اللي قدامك في تفاصيل كتير قوي محتاجين نتكلم فيها، ولكن في الاول لازم نوضح ان موقع FBref بيعمل مقارنه ما بين اللعيب اللي انت اخترته وما بين كل اللعيبه اللي بتلعب في نفس المركز في اوروبا، والمقارنه دي بتبقى في اخر 365 يوم، يعني اخر سنه للاعب. اول مربع هي الارقام الهجوميه، تاني مربع هي ارقامه في التمريرات، وتالت مربع هي ارقامه الدفاعيه. تعال نمسكهم واحد واحد. مبدئيا الارقام الهجوميه، لما
لما تبص على ديفيد كالابريا وتبص على إميرسون رويال، انا هنا بقى عندي سؤال، ايه يالا الارقام دي في الهجوم؟ يعني إميرسون رويال كان بيشتغلنا تقريبا في المؤتمر الصحفي لما قال لك انا تحت امر المدرب، ولو عايزنا هاجم ههاجم، ولو عايزنا دافع هدافع. يالا الارقام الهجوميه دي ما تدخلكش نص ملعب الخصم، دي تدخلك السجن. الارقام الهجوميه عند إميرسون رويال سيئه بشكل مش طبيعي، ولكن انا هقول انه الى حد ما ممكن ده يبقى متعلق بطريقه لعب نادي توتنهام الموسم اللي فات، وده لانه في المواسم اللي قبل كده وقبل اصلا لما يروح توتنهام كان عنده ارقام هجوميه مع ريال بيتيس افضل بكتير. لما تخش على المربع الثاني هتلاقي ان في تفوق نسبي الى حد ما عند إميرسون رويال. انما بقى لما تبص على المربع الثالث بتاع الارقام الدفاعيه، لا بصراحه إميرسون رويال متفوق كتير عن ديفيد كالابريا. يعني لما تيجي تبص على ارقام التاكلز هتلاقي انه الى حد ما متشابهين، بس لما تبص على ارقام الانترسبشنز هتلاقي ان إميرسون رويال 95% بينما ديفيد كالابريا 57%. الانترسبشنز اللي هي اعتراضات تمريرات الخصم، انه يقطع التمريره بتاعه الخصم قبل ما توصل من لاعب للتاني، ودي بترجع لفكره انه اللاعب يكون عنده قدره على قرايه الجيم بشكل سليم، وطبعا ان هو يتوقع تمريرات الخصم. لا إميرسون رويال عنده تفوق عالي جدا في النقطه ديت عند ديفيد كالابريا. الى جانب البلوكات بقى 93% عند إميرسون رويال، بينما الناحيه الثانيه 57% عند ديفيد كالابريا. يعني فكره ان هو بيقطع الكوره او بيقفل على اللعيب اللي بيحاول يلعب عرضيه دي عاليه جدا عند إميرسون رويال. احنا عندنا مشكله كبيره قوي ان ديفيد كالابريا يعني العرضيات بتتلعب من ناحيته زي السلام عليكم. تشتيت الكوره او ابعاد الكوره عن المناطق الخطر إميرسون رويال 99%، رقم ممتاز جدا، بينما كالابريا 41%. الفوز بالثنائيات الهوائيه إميرسون رويال 79%، بينما كالابريا 20%. وده طبعا يساعد الباك في التغطيه العكسيه اللي عندنا مشكله كبيره قوي بسبب كالابريا فيها. لا إميرسون رويال عنده القدره ان هو يتعامل فيها بشكل افضل، وبالتالي من خلال الارقام دي لا بصراحه في افضليه عند إميرسون رويال في نقط كتير قوي دفاعيا، وفي نقط ليها علاقه بالخروج بالكوره. بس معلش في سؤال احنا كميلانيستا مهم قوي بالنسبه لنا، الاصابات يا باشا اخبارها ايه؟ طبعا اصابات ديفيد كالابريا انت عارف كويس قوي قد ايه، وعايز اقول لك ان دي الصفحه الاولى، ده لسه في صفحه تاني حضرتك من اصابات ديفيد كالابريا، بينما اصابات إميرسون رويال بالشكل ده شيء مبشر الى حد ما. ان اخر اصابه اتصابها إميرسون رويال كانت في ديسمبر 2021، يعني تقريبا من 3 سنين، وغاب بسببها 10 ايام، يعني ما كانتش اصابه طويله، فربنا يحميه ويحفظه يعني، علشان مراته دخل المستشفى بتاعت الميلان. بس الواد سجل اصاباته افضل، ولكن في نقط ليها علاقه بإميرسون رويال مش هنعرف نقراها بالارقام. تعالى كده نتكلم عن مميزات وعيوب إميرسون رويال من خلال المشاهده. لاحظت ان إميرسون رويال في وقت ريال بيتيس كان بيلعب عرضيات كتير، وكانت الجوده بتاعتها عاليه جدا، وكان بيساهم باهداف كتير من خلال العرضيات بتاعته، بل انه كان بيلعب عرضيات بكل اشكالها تقريبا، عرضيات ارضيه عاليه عكسيه كل حاجه. وده اللي استغربته، ازاي هو مع ريال بيتيس كان عنده القدره دي، وازاي ما تمش استغلالها في توتنهام الموسم اللي فات. ولكن دي نقطه كويسه انه على الاقل عنده القدره على لعب العرضيات، محتاجه بس شغل من باولو فونسيكا، وتعليمات المدرب هتفرق معاه كتير قوي في النقطه دي لو حبينا نستغلها. الى جانب ان هو لعيب سريع، لعيب بيعرف يعكس الملعب بشكل كويس، لو الكره متجمعه ناحيه اليمين عنده القدره ان هو يلعب الطويله الناحيه الثانيه لناحيه الشمال، وشايف ان دي نقطه حلوه قوي ممكن نستغلها. فكره انك تجمع لعب ناحيه اليمين فتفضي رافائيل لياو الناحيه الثانيه، او انطلاقات تيو هرنانديز، يقدر إميرسون رويال يعكس الملعب هناك، هتبقى حلوه قوي. إميرسون رويال قوي بدنيا، بس احلى حاجه فيه ان هو مش غشيم، يعني هو مش بيخش يكسر اللي قدامه، لا هو بيعرف ان هو يقطع كور بشكل كويس، ويعرف يحجز على كوره بجسمه بشكل كويس من غير ما يكون غشيم ويخش يعمل فاولات. الى جانب ان إميرسون رويال بيشوط من بعيد بشكل كويس، ودي نقطه بصراحه حبيت افكر فيها، لانه إميرسون رويال بما انه بيلعب باك يمين وباك شمال، فالراجل عنده القدره ان هو ممكن في بعض الماتشات يريح تيو هرنانديز ونضطر نلعب بكالابريا ناحيه اليمين. لو لعب ناحيه الشمال ممكن باولو فونسيكا ان هو يستغله انه يخش للعمق، وبالتالي يقدر ان هو يستغل نقطه التسديد من بعيد، لانه فعلا بيسدد من بعيد بشكل كويس لما بيلعب باك شمال. طيب ايه نقاط الضعف اللي عند إميرسون رويال؟ انا بصراحه بحس ان هو علشان برازيلي فهو شايف نفسه ان هو حريف، مع العلم هو مش حريف، فهو كتير بيحاول ان هو يرقص، بس مش ماشيه معاك يا عم الحاج، مش عشان برازيلي تبقى رونالدينيو يعني. الى جانب ان هو وهو بيجري بالكوره او في نص ملعب الخصم لما بتبقى الكوره معاه كتير بيبقى باصص في الارض، باصص على الكوره وهو بيجري، وده بيصعب عليه شويه انه مجال رؤيته لزمايله بيبقى ضعيف، ما بيبقاش شايف تحركاتهم بشكل كويس. ممكن لما تبقى الكوره مع إميرسون رويال وفي لعيبه بتتحرك بدون كوره بشكل كويس، بس
لانه دايما باصص على الارض وهو بيجري، فده بيخليه ان هو مش شايف زمايله اللي حواليه. احنا من شويه اتكلمنا على ان إميرسون رويال بيبعد الكوره كتير عن مناطق الخطر، ولكن في بعض الاحيان وهو بيشتت الكوره بيشتتها في اماكن خطر برضه، يعني تلاقيه بيطفش الكوره بس بيطفشها في العمق، وبالتالي ده اكبر غلط لان الكوره لما بتوصل للخصم في العمق بتبقى اخطر بكتير. ولكن دي الى حد ما هي بعض المشاكل اللي موجوده عند إميرسون رويال. سؤالي ليك بقى، تفتكر إميرسون رويال قادر على انه يحل مشاكل الميلان اللي موجوده ناحيه اليمين بسبب مستوى ديفيد كالابريا حاليا ولا لا؟ ولكن ده بالنسبه لمشاكلنا ناحيه اليمين. طب مشاكلنا في العمق اللي ظهرت قدام تورينو والتعامل مع المرتدات اللي كان سيء، يوسف فوفانا يقدر يحل المشكله دي ولا لا؟ وده يخلينا ندخل في الكلام عن يوسف فوفانا. يوسف فوفانا لعيب فرنسي عنده 25 سنه، بيلعب في نص الملعب، قادم طبعا من نادي موناكو. الموسم اللي فات مع نادي موناكو لعب 20 مباراه كدفندر، سجل 4 اهداف وصنع 4 اهداف، بينما لعب 14 مباراه كسنتر ميدفيلد او بيلعب لعيب بوكس تو بوكس يعني، وما سجلش ولا صنع. يعني غريب جدا ان هو يكون مساهم في 8 اهداف كدفندر، ولما لعب في مركز 8 لا سجل ولا صنع. الخريطه الحراريه بتاعت يوسف فوفانا تحسسك ان الراجل ده بيجري في كل حته في الملعب، ولكن اكتر حاجه عجبتني في الخريطه الحراريه بتاعته ان تحس ان هو بيلعب بعرض الملعب، ودي حاجه عجبتني جدا. لعيب رقم 6 في العموم محتاج ان هو يكون بيلعب بعرض الملعب، بيأمن بعرض الملعب، بيلعب بشكل عرضي مش بشكل طولي. ولكن المجهود البدني ده يخليني اسال عن سجل اصاباته، ودي كانت النتيجه. سجل اصاباته كويس جدا، اخر اصابه اتصابها الموسم اللي فات وغاب بسببها 3 ايام بس، يعني ربنا يحميه برضه. يعني يوسف فوفانا في التمريرات عنده دقه تمريرات كويسه جدا بالنسبه للعيب نص ملعب، دقه تمريراته الناجحه 82%، دقه تمريراته الناجحه في نص ملعبنا 91%، في نص ملعب الخصم 77%. دي تعتبر ارقام كويسه بالنسبه للعيب نص ملعب، لانه طبيعي لعيب نص الملعب ده هو اللي بيوصل للفريق كله ببعض ما بين خطوط الدفاع لخط الهجوم من اليمين للشمال، فوارد جدا ان اخطائه في التمريرات تكون اكتر. فبصراحه دي تعتبر ارقام كويسه. التمريرات الطويله 49%، اللي تشيب باس 43%، ودي حاجه كويسه برضو، وجوده العرضيات عنده 21%، يعني هو اعلى من إميرسون رويال. طب الثنائيات بقى، هتلاقي ان اجمالي الثنائيات الناجحه عنده 50%، اجمالي الثنائيات الارضيه برضو 50%، اجمالي الثنائيات الهوائيه 52%. طب بس عشان نتاكد هل يوسف فوفانا يقدر يضيف في نص الملعب اكتر من اضافات اسماعيل بن ناصر ولا لا، فبرضو دخلت على موقع اف بريف ودي كانت النتيجه. ده اسماعيل بن ناصر وده يوسف فوفانا، والنتيجه زي ما انت شايف في المربع الاولاني في تفوق هجومي موجود عند يوسف فوفانا، سواء في المساهمات الهجوميه او على مستوى الاسيستات. الى جانب ان ارقامه في التمريرات رغم ان اسماعيل بن ناصر جيد جدا في التمريرات، الا ان برضه يوسف فوفانا تمريراته التقدميه وحمل الكره التقدمي عنده حلوه قوي. يعني التمريرات التقدميه عند يوسف فوفانا 96%، بينما التمريرات التقدميه عند اسماعيل بن ناصر 69%. تبص على المربع الاخير بقى في الارقام الدفاعيه، هتلاقي ان اسماعيل بن ناصر متفوق في التاكلز بنسبه 61%، بينما يوسف فوفانا 49%. الانترسبشنز 41% عند اسماعيل بن ناصر و71% عند يوسف فوفانا. بصراحه يوسف فوفانا عنده قدره على قرايه الجيم وقرايه طريقه لعب الخصم واعتراض التمريرات بشكل عالي قوي. البلوكات 40% عند يوسف فوفانا و8% عند اسماعيل بن ناصر. التشتيت 8% برضو عند اسماعيل بن ناصر و39% عند يوسف فوفانا. اغرب حاجه بقى هي النقطه الاخيره، مش قادر افهم ازاي رغم فرق الطول اللي ما بين يوسف فوفانا وما بين اسماعيل بن ناصر الا ان اسماعيل بن ناصر متفوق في الكرات الهوائيه والصراعات الهوائيه. اسماعيل بن ناصر 51% ويوسف فوفانا 32%. ولكن برضو في نقط مهمه جدا متعلقه بيوسف فوفانا لازم نعرفها بعيدا عن الارقام ونتفرج على اللاعب، ودي كانت مميزاته وعيوبه بعد لما اتفرجت عليه. يوسف فوفانا حريف 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 يا جماعه، لعيب بيعرف يعدي بالكوره ويرقص بشكل حلو قوي، الكوره في رجله شكلها حلو، ولكن نقطه انها حريف على قد ما هي مميزه قوي على قد ما فيها بعض نقاط الضعف، هنجيلها كمان شويه. الى جانب ان يوسف فوفانا البول كنترول عنده عالي جدا، بيعرف يقف على الكوره بشكل كويس ويحجز بجسمه بشكل كويس لانه قوي بدنيا. يوسف فوفانا ذكي جدا في التعامل مع مرتدات الخصم، بيعرف يتعامل معاها بشكل كويس جدا، بل انه بيعرف يحول مرتدات الخصم لانه يسترجع الكوره ويكمل على طول هجمه فريقه. يعني مش بس بيعرف انه
انه هو يتعامل مع المرتدات بانه يعمل فاولات تكتيكيه، لا ده بيعرف يسترجع الكوره وبيقدر يحافظ على استحواذ فريقه. الى جانب ان يوسف فوفانا ذكي جدا وشاطر جدا في انه يعرف يبدا مرتده لفريقه. وانا بصراحه حاسس انه في حاله عدم امتلاك الكوره وان الخصم هو اللي بيهاجم علينا، شايف انه بمجرد ما بنقطع الكوره لازم اللعيبه تدور على يوسف فوفانا، لانه بيعرف ينطلق بالكوره بشكل كويس وعنده القدره على الرؤيه الجيده والتمرير بشكل جيد، فيقدر ان هو بتمريره واحده يوصل مثلا رافائيل لياو او بولوزيتش او تشيكويزي او اي حد من اللعيبه السريعه دي ان هو يطلع في مرتده بمنتهى القوه ممكن تبقى خطيره. ونقطه الرؤيه دي بصراحه ممتازه عند يوسف فوفانا وبتساعده جدا في المساهمات الهجوميه. يوسف فوفانا من احسن اللعيبه اللي اتفرجت عليها بيلعب الكي باس اللي هو التمريره اللي قبل الاسيست، لانه دايما بيعمل سكان للملعب، دايما بيبص على يمينه وشماله ويشوف تمركزات زمايله وتحركاتهم بدون كوره، وبالتالي رؤيته الجيده دي بتخلي ان قراره دايما بيكون سريع مع جودته في التمرير، ده بيفيد فريقه جدا. والاحلى ان يوسف فوفانا بيلعب كتير من لمسه واحده وبدقه عاليه، ودي حاجه حلوه قوي. اللعيب اللي ما بيعطلش الهجمه، اللعيب اللي من لمسه على طول يستغل فرصه تحرك زميله في مكان كويس او في مساحه كويسه ويعرف بالجوده ان هو يوصل له الكوره بافضل شكل. الى جانب ان يوسف فوفانا بيسدد من بعيد بشكل كويس جدا، والمفاجاه بالنسبه لي انه بيسدد بكلتا القدمين، يعني هو بيلعب برجله اليمين ولكن جاب اهداف برجله الشمال حلوه قوي بتسديدات من بعيد. واخر نقطه هي تمركزه في الكرات الثابته والركنيات. بصراحه يوسف فوفانا تمركزه عالي قوي 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 في الحته دي، الراجل بيعرف يتمركز جوه المنطقه بشكل كويس جدا وبيعرف ان هو يزعج دفاع الخصم بتمركزه جوه المنطقه، فبصراحه النقطه دي هتفيدنا جدا في الكرات الثابته والركنيات. طيب نقاط ضعف يوسف فوفانا او مشاكله ايه؟ زي ما قلت لك ان هو حريف جدا، ولانه حريف ولانه قوي بدنيا وبيعرف يحتفظ بالكوره كتير، ففي اوقات كتير هو بيزودها. بصراحه بحس ان يوسف فوفانا في بعض الاحيان لا هو بيحتفظ بالكوره زياده عن اللزوم، بيقف عليها زياده عن اللزوم، واحيانا كتير بيحب ان هو يرقص اكتر من انه يباصي. الحته دي بس محتاجه تتوزن عنده شويه، امتى يرقص وامتى يباصي. وحته امتى يرقص دي برضه هو محتاج يفكر هو فين اساسا في الملعب وهو بيرقص. يوسف فوفانا في بعض الاوقات بيبقى على حدود منطقتنا ومضغوط عليه بواحد واثنين لعيبه وبيحاول انه يرقص. الكور دي لو اتقطعت منه بتعمل مشاكل خطيره قوي على دفاع الخصم. دفاع الخصم ايه؟ على دفاعنا احنا، لان حضرتك بمجرد ما هتتقطع منك الكره في المكان ده هو كده لعيب الخصم بقى في وش المرمى تماما، واصلا في الوقت ده قلوب الدفاع بيبقوا فاتحين على الطرفين، فاللي هيقطع الكره هو راح انفراد. ويوسف فوفانا كتير بيحب يرقص في الحته دي. الى جانب ان يوسف فوفانا وهو بينطلق بالكره في المساحات كتير الكره بتطول منه وما بيعرفش ان هو يلحقها، وده بيسهل على الخصم ان هم يقطعوا منه الكره. يعني هو بيعرف يحتفظ بالكره وهو واقف بشكل ممتاز، لكن في حال ان هو بيجري بسرعته الكره بتطول منه كتير. وبكده بقى تقريبا قلت لك كل المعلومات اللي انت محتاج تعرفها عن يوسف فوفانا. سؤالي المهم ليك دلوقتي، هل تفتكر يوسف فوفانا يقدر يحل مشاكل الميلان اللي ظهرت في ماتش تورينو في نص الملعب ولا لا؟ وبس كده يا صديقي، هنا بنوصل لنهاية الحلقة، وبجد مستني اعرف رأيك في الحلقة واجابتك على الاسئلة اللي سألناها. هل إميرسون رويال ويوسف فوفانا يقدروا يحلوا مشاكل الميلان ناحية اليمين وفي وسط الملعب اللي ظهرت في ماتش تورينو ولا لا؟ مستني اشوف رأيك تحت في الكومنتات، ومستني اشوف لايكاتك الحلوة اللي انت هتصالحني بيها. فعايز اشوف لايكات كتير جدا، لايك كومنت شير سبسكرايب للقناة لو انت مش مشترك، وتفعل الجرس، وافتكر ان احنا عايزين نوصل لل1000 لايك. والاهم من كل حاجة احنا اتكلمنا فيها في حلقة النهاردة هو اننا ما ننساش الدعاء لاهلنا واخواتنا وحبايبنا اللي محتاجين لدعواتنا، سواء كانوا في السودان او في سوريا او في لبنان او في اليمن او طبعا في فلسطين. وبس كده، اشوفكم في حلقات جايه كتير وفي لايفات جايه كتير. سلام.